طبعًا الواحد من امبارح متضايق جدًا بسبب نتيجة مباراة الأهلي وإنبي، والأسوأ من النتيجة الأداء في الملعب، والأسوأ من الأداء القرارات الفردية لبعض اللعيبة المفروض إن هي لعيبة كبيرة ومتسمية نجوم أيًا كان المسمى بقى، ولكن عيب إن هي تطلع من اللعيبة دي، ومش هنتكلم على اللقطات لأن الناس كلها اتكلمت من امبارح لحد دلوقتي بتتكلم على الأداء الفردي لبعض اللعيبة في النادي الأهلي، ولكن هارجع للكابتن عماد النحاس. أنت النهارده حتى ما لعبتش الbasic، ما لعبتش السهل، اللي هو مثلًا تلعب مش يعني ديانج. كل المدربين الأجانب اللي جُم على النادي الأهلي وديانج موجود ما كانوش بيلعبوه لإن كورته وِحشة، فأنت قررت تلعبه قدّام كمان جنب محمد علي بن رمضان على أساس إن هو يوصّل لك كورة، ما بيعرفش يلعب كورة، والناس كلّها عارفة إنه ما بيعرفش يلعب كورة. كابتن عماد أنت امبارح حتى تغييراتك كانت نمطية جدًا، كانت تغييرات عادية ما فيهاش عنصر المجازفة، يعني أنت محتاج محمد شريف وجراديشار جنب بعض قمت مطلّع محمد شريف، وقمت منزّل مكانه جراديشار، فبرضه بقيت بتلعب مهاجم واحد وضمّيت تريزيجيه يبقى جنبه، ليه طيب؟ النهارده لمّا يبقى عندك لعيب زي حسين الشحات على الدكة، إزاي ما تستخدموش؟ لعيب كبير جدًا ولعيب لمسته بتفرق ساعات في بعض المباريات. أنا عادةً ما باتكلمش على التحكيم، ولكن زي ما الحكم حسب كورة إنبي ضربة جزاء، كانت كورة تريزيجيه تتحسب ضربة جزاء، المثل بالمثل، وأنا شايف إن الاتنين شبه بعض، الاتنين يتحسبوا، ولكن أنا مش باتكلم إن التحكيم هو اللي أذى الأهلي، ولكن الأهلي محتاج يفوق قبل مباراة يوم الجمعة بتاعة سيراميكا، لإن الأهلي داخل على سيراميكا، ثم حرس الحدود، ثم الزمالك، ثم كهربا إسماعيلية، 4 ماتشات لازم الأهلي يكسب فيهم ال4 عشان يفضل محافظ على فرصه في الدوري العام.